بتحب قوي تبقى زي الصبيان، زي الولاد. ما بتملش ابدا انها تكون زي تصرفات البنات، ودايما بتحب الخناقات والمشاكسات، وخصوصا خناقات الصبيان. وكمان عايزه اقول لكم ان هي مش بس كده في تصرفات الصبيان وبس ومشاكسات، لا دي بتحب تلبس زي لبسهم ايه بالظبط. وخصوصا لو كانت تلبس اللي هو الشوز، اللي هي بأربطة طويلة وليها حديد. لا وكمان بتحب تركب العجل. يعني كده تصرفات الصبيان خالص، وتحب الخناقات. في يوم من الأيام عايزة أقول لكم إن الدراجة بتاعتها العجل يعني اتصدمت بسيارة، وأدت إن هي تحصل حادثة كبيرة، والحادثة دي سببت لها عاهة. العاهة دي كانت سبب إن هي تكون ملكة الإغراء، وتبقى فعلا فيها أنوثة طاغية. مش بس كده، دي هي كمان دخلت الفن بالصدفة. ازاي الكلام ده؟ وعايزة اقول لكم ان هي من قسوة والدها جت وعلى من الاسكندرية على القاهرة عدل بسبب قسوة والدها، وتركت دراستها. مش بس كده، دي هي كمان هي تصرفاتها زي تصرفات الصبيان، إلا إنها كانت شبه وفيها ملامح كبيرة قوي من مارلين مونرو، اللي هي الممثلة الأمريكية المعروفة. عشان كده سموها مارلين مونرو، اللي هي الشرق. وأصبحت رغم إن هي بدايتها كانت كومبارس صامت، كومبارس صامت، يعني بدايتها كانت كومبارس صامت، إلا إنها أصبحت أيقونة من أيقونات السينما المصرية، وسابت ورث كبير جدا من الأعمال الفنية المتنوعة. مين إيه وحكايتها إيه وليه جت من اسكندرية للقاهرة؟ عشان إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة وأسعد حال. وأهم حاجة راحة البال والصحة والستر. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهاده ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارحم اختي واخي، وارحم ابي وامي، وارحم جميع امتنا المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم امين يا رب العالمين. نرجو الدعاء لجميع امواتنا المسلمين والمسلمات، وقراءه سوره الفاتحه. اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما أبدا. اللهم يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. متشكرة أوي على الكومنتات الجميلة والتعليقات الحلوة، تكفي. يعني يتقال لي حبيبتي ويا أمي ويا أختي من جميع بلاد العالم، مش من بس بلدي مصر. شكرا على التعليقات الحلوة، شكرا على انكم دمتم في حياتي. متشكرة لحبايبي اللي جم ونوروني. أتمنى عيلتي تكبر أكتر وأكتر فضلا وليس أمرا. ممكن لايك فضلا وليس أمرا، واللي مجاش اشتراك في القناة أتمنى يجي ينورني فضلا وليس أمرا. النهاردة هنتكلم عن مارلين ميرلو الشرق، ملكة الجمال اللي ليها كده ضحكة وابتسامة. يا سلام! الفنانة ديت مالها وايه حكايتها؟ الفنانة الكبيرة هند رستم. الفنانة الكبيرة هند رستم اسمها هند حسين مراد رستم. اتولدت في محرم بيك في اسكندرية من مواليد 12 فبراير 1929. الفنانة هند رستم اللي اتولدت أبوها يبقى ضابط في الشرطة، من يعني من أصول شركسية، وأمها مصرية يعني من طبقة أرستقراطية، لكن والدها كان من أسرة متوسطة الحال. طبعا هي اللي كانت قاعدة في اسكندرية. طبعا حصل انفصال فيه وهي عندها 14 سنة. لما حدث الانفصال بينها وبين والدتها ووالدها في سن ال 14 سنة، فقعدت مع والدها. من قسوة والدها، هي على فكرة كانت في مدارس سان فنزان دي بول، يعني مدارس ما شاء الله، من المدارس اللي هي المعروفة طبعا في مصر في الوقت دون. فانتقلت للعيش لوالدتها وهربت من اسكندرية على مصر عشان تعيش مع مامتها وزوج مامتها بسبب قسوة والدتها. زي ما قلت لكم ان الفنانة هند رستم كانت بتميل قوي ان هي تكون
يعني تصرفات الصبيان واسلوب الصبيان والخناقات والمشاكسات وكده. وكانت زي ما قلت لكم ركبت دراجة سببت لها عاهة في ركبتها، والعاهة دي عايزة اقول لكم ان هي كانت سبب ليها ماشية ويعني شقلة في رجليها. فالماشية والشقلة اللي في يعني بتشقل برجليها دي فادت جمال في مشيتها، فعطتها طبعا في مشيتها، يعني ادت في انوثتها، يعني مشيتها دي ادت ان هي تمشي بانوثه عاليه. فدي كانت سبب انها تكون ملكه الاغراء. وزي ما قلت لكم ان كان فيها شبه بين مارلين مونرو الممثله الامريكيه، فعشان كده قالوا عليها مارلين مونرو الشرق. الفنانه هند رستم نزلت زي ما قلت لكم على مصر عشان تعيش مع والدتها وزوج والدتها سنة 1946. لما راحت عند والدتها، طبعا هي كانت راحت مع صاحبتها في مكتب، عشان المكتب ده بيعمل تيست، يعني اختبارات عشان الوجوه الجديدة في التمثيل. فلما راحت مع صاحبتها اختاروها هي وما اختاروش صاحبتها. فالمخرج حلمي رفلة اعجب بيها جدا واختارها عشان تشترك في فيلم أزهار وأشواك سنة 1947، بس اشتركت ككومبارس صامت. وعايزه اقول لكم ان هي برضو كانت كومبارس في فيلم غزل البنات مع الفنانه الكبيره ليلى مراد. كانت ليلى مراد في في مشهد من الافلام بتغني مع الخيل، فكانت هي كومبارس وراكبه مع من ضمن الكومبارس اللي هم في الخيل ده. وبعد كده ابتدت ان هي تبقى بتقول كلمة كلمتين مشهد مشهدين، ادوار ثانوية، الى ان في مرة من المرات المخرج حسن رضا خدها وابتدت انها تمثل الادوار الرئيسية. ومن هنا ابتدت ان هي تظهر بقى وتبقى أيقونة من أيقونات السينما المصرية، وأبدعت في أدوارها التمثيلية. الفنانة هند رستم ليها أكتر من 80 عمل. وعايزه اقول لكم ان هي مثلت في كتير من الافلام، من ضمن اعمالها في الافلام فيلم ابن حميدو، فيلم لا انام، بنات الليل، الستات ما يعرفوش يكذبوا، بنات حواء، الاخ الكبير، وازهار واشواك اللي هي ظهرت فيه اول مره. طبعا ساش من اهم المميزات اللي هي ادوارها قوي، اللي بقى ابتدت بيها تبدع بقى فيها كممثله، وليها ادوارها مش بس جمالها واغرائها، لا ده كمان كان ادائها التمثيلي وابداعها في قدراتها التمثيليه ظهر في حياتي وعذاب، وكمان الحلوه عزيزه، وشفيقه القبطيه، واشاعه حب، وصراع في النيل، وكتير كتير من الافلام. الفنانه هند رستم اتجوزت مرتين، اتجوزت من ابو بنتها المخرج حسن رضا اللي انجبت منه بنتها الوحيده بسنت. بعد كده تزوجت سنة 1960 من الدكتور محمد فياض اللي فضلت معاه العمر كله. تزوجته وبنتها كان عندها 10 سنين، وبالفعل كانت بينهم علاقة محترمة جدا، وان هي لدرجة ان هي احترمت رغبته ان هي تسيب الفن. وكانت عايزة اقول لكم كانت في اوج شهرتها، وكان اسمها واعمالها الفنية كتيرة جدا جدا، وكانت ما شاء الله عليها متواجدة، وكان ليها اسم وشهرة، واتخلت عن كل ده في سبيل انها تعيش حياة زوجية هادئة احتراما لرغبات زوجها، عشان هي مقتنعة ان الفنان لازم يدي بيته، وان الفن بياخد الفنان من بيته. وبالفعل الى اعتزلت الفن سنة 1979، وفضلت معاه الى ان توفى زوجها في 2009، وهي توفت بعديه سنة 2011. وفنانة هند رستم اتوفت نتيجة أزمة قلبية، وهي يعني بما معنى ما كانش فيه صراع طويل مع المرض، لا ده هي كان بس يومين وجالها أزمة قلبية، ودخلت أحد المستشفيات في المركز الطبي في المهندسين، وإلى أن توفت في 8/8 يعني 8 أغسطس 2011 عن عمر يناهز 82 سنة. وهي دي حكاية فنانتنا مارلين مونرو الشرق، اللي هي ملكة الإغراء، وحكايتها ومشوارها الفني
وحياتها الشخصية وازاي تزوجت إلى أن توفت. الله يرحمها ويغفر لها ويرحم لجميع أمواتنا المسلمين والمسلمات، اللهم أمين يا رب العالمين. فضلا وليس أمرا، لايك وسبسكرايب في القناة. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وناسي. ألف ألف مليون شكر.